السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم سمير من اسكندرية. عملنا قوة الدفع اهي، تمام، بصفيحة بنقطعها وبنفردها كده. اليرقات بتبدأ تتحرك تطلع على فوق، تقع علينا في العلبة اهي، يرقة سمرا بعدها متحركة تقع علينا هنا. طبعا في أبيض وفي أسمر، احنا بقى في الآخر بنفرزه. نحط الأبيض ياكل تاني والأسمر هنا برضه اهو، في أسمر وفي أبيض والسمرة بس دخلت في السبات كده. تقعد لها كام يوم تتحرك برضه. دي مزارع اللي عندنا. احنا عملنا الشبك، احنا معملنالكوش الشبك، استنى اوريلكوا. جهزناها قفلناها خالص، قسمنا الأوضة اللي جواها هتبقى للذباب، وهنا هيبقى بقى ايه اليرقات. ده أكل هنحطينه وينشف وكده عشان ما يعفنش جامد. تعالوا بقى نوريكم اليرقات اللي احنا ايه فرزناها وطلعناها. ايه بقى لحوالي يومين أو 3 أيام طلعنا. في منهم اللي دخل في السبات خالص، في منهم لسه بيتحرك. هما كمية صغيرة بس لسه يعني الباقيين بيتحولوا، هتبقى المساحة دي كلها للذباب. طبعا هنشوف الحاجات دي. حطينا فرع الزرع اهو، تمام. الجو هنا حر، مش عايز اقول لكم انا هجيب ترمومتر حرارة ورطوبة كده وهوريكم. الأوضة بسم الله ما شاء الله، تحس انها مهيئة للذباب، تمام. هي فاضل لهم حوالي 8 أيام أو 9 أيام بالظبط وهيبدأ يبقى عندنا ذباب. هنبدأ نجيبه برضو لمبة حمراء، في دولين هنا اهو، هيبقى لمبة حمراء ولمبة بيضة اليرقات. وفي اوردرين معانا، اوردر الفيوم عشان مسافة كبيرة وكده، فعملنا له علبة مخرمة عشان الحاجة توصل له تمام. وفي اوردر 21 في اسكندرية، ده جنبنا، ممكن اخرمهوله برضه بس هو هيستلم على طول يعني. الاوردرين دول معانا، تمام. ورقمي دايما بسيبه على الفيديو، وان شاء الله هعمل لكم فيديو على طريقة عمل قوة الدفع دي، وهقول لكم برضو تقدروا تعملوا قوة الدفع دي ليه وبحاجات تانية مش دي بس. يعني في حاجات تانية تقدروا تعملوا بيها زي المواسير، زي الأحواض الأسمنتية، هقول لكم كل حاجة. كان معاكم سمير أحمد من اسكندرية. لو مشتركتش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو لو عجبك. يلا سلام.